يلي معانا الكروان غنى وصحانا وصحانا. واللي بيجيب له عيش بيحطه كده على السرير يقول له قومي قومي انا بردان، قومي طعمك وفول. والصينية اللي ملأ عليها تخفيض كده صغير. يلا يا حاجة قومي. أصفي كوباية شاي ولا حاجة تدفي القلب العليل. أم؟ كيف يتقطع؟ يلا دي سخنة نار. قومي بقى انت تعملوا اللي هي الشاي. أنا بردانة خليها عليك بقى. ها؟ كفاية عليها كده. جبت طعمية وفول والعافية. الفرن كان فاضي. احنا عايزين نفرش بقى الشقة دي. هات الكيس هيتقطع يا عبد الله. مش هتقطع، ده كيس مش زي الكيس يا سلام والله كل حاجة لها قدرة استحمال، ساعة كده بتنهار. لا ده غير. اه ده مش انا عاملة مربى معبتهاش لسه في البرطمانات. هات في طبق مربى يلا. خلاص قومي جيبي طبق مربى. اللي احنا عملناه يا عبد الله جاب بقى، جبنا الحاجة هنا على الترابيزة. الجو بارد لا بس قعدنا على الأرض يا عبد الله. أدا المربى كان هنا ملوخية معمولة، وده الفول، وده ايه جهزت كوباية الشاي. نور نايم شو تقول. عبد الله هو اللي قلقني وصحاني، قال لي مفطر واللي ورينا بقى المربى اللي انا عاملاه يا عبد الله، قول رأيك فيه. طعمها جامد. وريني سمكها كده عشان ما حبش اخليها تقيلة زي كل مرة. المية بتاعت الشاي شكلها بتغلي. ورينا شمك سمك المربى. على توست بقى، على عيش فينو، في سندوتشات فينو كده تبقى حلو. صحتين وهنا. امسك كده يا عبد الله بسرعه. ده الشاي بتاعنا غلى خلاص. شوفوا البخار اللي طالع من البراد اهو. طبعا احنا الصبح لسه ما عملناش اي حاجه. يا صباح الخير يلي معانا، يلي معانا الكروان غنى وصحانا وصحانا. قلتلك اهو يا معلم نعناع على الشاي. ماشي. استخدمت على طول في ثانية المعلقة. قلب 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 قلب. صبح 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 يا عم الحاج. صبح 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 يا عم الحاج. يا صباح نادي وصباح فل وصباح نادي هنا مين؟ وصباح ايه. نادي مين؟ صباح نادي يعني معطر بالندى كده وبيفوح بالفل والياسمين. شكل زمان ايه انا قايمه من النوم يا ابني، قمت صليت الفجر ونمت. صباح كده فل وعنبر وياسمين ونادي بقى. ايه الفجر قبل الفجر بشويه إيه قلقانه كل شويه اسمع حد بيقول يا عبد الله 3 مرات. يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله كده. فقمت انا اخر ما زهقت قمت صحيت عبد الله، قلت له عبد الله في حد بينادي عليك يا حبيبي، انت موصي حد عشان تروحوا تجيبوا العيش الفجر؟ قام قايم باصص على البلكونه وقام جاي بيقول لي يا ماما مفيش حد يرد عليا يا جماعه ويقول لي افيدوني. لا انا كنت داخل اصلا البلكونه عادي. انا صحيت الفجر قمت انا جاي داخل البلكونه. يعني لسه الفجر ما اذنش. دخلت البلكونه وقفت شويه بعدين طلعت تاني. حد يفيدني يا جماعه يقول لي ده هي الندهه اللي كانوا بيقولوا لنا عليها زمان جت؟ يا لهوي يا خراشي يا لهوتي. يعني كان زمان يحكوا لنا في الحكايات ويقولوا لنا في نداهه وفي عفاريت، والعفاريت بتطفي الشمع لهم ما كانش فيه ما كانش فيه نور. وكان يقولوا في النداهه بتاخد الناس وتموتها. الله اعلم بقى احنا سمعنا انا ما شفتش.
انا بقى امبارح سمعت العيال ينادي على عبد الله، على عبد الله، على عبد الله، مفيش حد كان موجود، وكنا قبل الفجر. معقول انا كنت اسمع ليه بتيجي بالليل؟ حد يفيدني الحاجات دي والمخلوقات دي موجوده اصلا؟ يعني في حاجات زي كده اصلا؟ علشان نخاف. نور بتخاف صحت ما كانتش ولا تقوم تفطر صحراها. استنونا بقى في تكملة الفيديو. وبعدين يعني احنا عندنا، مش عارفه اقول ايه، حد يفيدني يا جماعه. ماما نور هتضربنا. بتعملي ايه يا خان؟ انتوا كلكم وقفتوا خلاص اصلا تتسلوا ما جوعتش؟ انا بحب بصراحه الرجلين. جت طبخت بقى، عملت بس ما صورتش. تعالى عامله بسله وعامله ست برز زي العسل. وعامله ايه وبط وبس. دلوقتي انت رايحه تقلي البط باين؟ سليم بنتي بقى ما بتاكلش البط. ولا انا برضو على فكره، احنا نصنا ما بناكلش البط. انا اعمل زي سردين كده وطبق فيه شويه رز ونقعد في جنبه وناكل. تاكلي البط يا انا؟ ما كنتش باكله، بس لما نزلت عند ستي اكلته. خلاص حبته عند ستي بقى. بابا يا بنتي كلي البط، كلي بكره تروحي بيت عيله ولا عند واحد بيحبوا ياكل ايه؟ هو تعمل له هو ياكله وهي تاكل اللي هي حباه، صح؟ مش كل هم انا دلوقتي. هو انت اصلا بتعرفي تطبخي؟ ايوه. بس اليومين دول بقى قلت لها عشان دخلت الاعدادي، قلت لها لازم تخش ثانوي. بدها دروس، والجمعه والسبت اللي شغاله في وباقي الاسبوع مش هيجي. بس الجمعه والسبت عشان دروس. ما هي لسه اساسا كانت بتسالني، بتقول لي انا عايزه ادخل ثانوي. فبعدين بتقول لي انا هدخل مع اصحابي، فقلت لها لا انت ما تدخليش زي ما اصحابك عايزين يدخلوا. انا هفهمك دلوقتي ثانوي هو ايه والادبي هو ايه والعلمي هو ايه. قلت لها على حسب ما انا هفهمك. قلت لها كده، قلت لها حسب ما انا هفهمك انتوا تختار. اول ما فهمتها قالت لي لا ادبي. نفس اللي انا قلت ادبي. اما قلت لها هتمشي ورا اصحابك ولا هم اللي هيدرسوك ولا هم اللي هيعلموك. هي انا عايزاها تبقى مستقره بنفسها، وانا اصلا عطاها الاختيار. قلت لها مسرح منك. هي بس فكرتها ان هي تبقى مع اصحابها، ان هي مش عايزه تكون لوحدها. لا بس مش مهم، انتوا اصحاب في الشارع لكن في الدراسه مع نفسي. يعني انا مثلا انا الوحيده في البلد كلها ولاد وبنات، بنت واحده بس ادبي. بصي هي الحاجه اللي هي حباها والحاجه اللي هي عايزه تعملها ومرتاحه فيها تعملها. ما قلت لا انا حبيت ادبي وحبيت الفلسفه وانت بتشرحي لي عنها ولا هي النوع طلعت بتحب الدراسات زيي. بتحب الدراسات. لا ماسكه الكتاب بصراحه، وكانت تشرح وكده. انا عايزه اروح بابا نفسها تروح. ان شاء الله ربنا يرزقنا كده وفي الاجازه ان شاء الله تروحي. نفسي الدراسات والجغرافيا والحاجات المعلومات دي بتبقى لذيذه خالص. وجوري بقى يعني كانت الاول كانت ضعيفه شويه، الحمد لله المدرسين يعني شكروني فيها وبقت شطوره. صح يا جوري؟ والكنشه بتاعتي دي برضه الكنشه بتاعتي شاطره. لسه انتوا لسه بدري عليكم على قراراتكم اللي انتوا هتاخدوها. يا بني يا صديق في سنه كام؟ لسه لها سنتين يعني وتتحدد هي رايحه فين بقى. بس هقول لك هي شاطره، بس انا يعني الفتره اللي كنت بروح فيها المقلب، لان كنت بروح من الصبح لاخر يعني من نص الليل، فكانت شايله اخواتها لا من بيت لكنيسه طبيعي يدرسوا. دلوقتي اهتمامها بدراستها اكتر. خلاص دراستها وبس. لان بصي انا اهو في ثانوي، انا سنه كورونا اللي احنا الحاجات اللي ما خدناش دي بنتسال فيها الوقت، تلاقينا عاملين بصي زي الاطرش في الذهب ولا فاهمين اي حاجه. بقى السمات بقى الايام دي، فان شاء الله هتبقى حسب بقى يعني. ايوه خدت بقى التاسيس كويس. وتتاسس في الانجليزي جامد جدا من الوقت. اخد بقى الانجليزي والله بقى يعني كانت عايزه تروح تاخد في الشربين، بس انا قلت بخاف عليك.
بعدين شويه كمان سنتين ولا حاجه قومي جايه ايه. ما انا في تالتة اعدادي برضو بدات اطلع اخد دروس بره يعني عادي. نكمل بقى هنا هنكمل ايه؟ القلي بقى والحاجات دي. ايوه البط والحاجه.